السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومياتنا جوه نور. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل ايه؟ المشكشكة. تمام، فيديو سهل وبسيط ومفيش اي مشاكل ولا هتتعب، حتى لو الجلاش منك هيبقى مقطوع. تمام، زي ما انت شايفة كده. طبعا انا جايباه النهارده الخميس، جايباه من واحد بيبقى يبيعه في السوق، فهو عايزة تجيبي فك، عايزة تجيبي المتوفر عندي. ده اللي مقطوع معانا. الاول هنجيب هنا من الحشوه بتاعتنا. المتوفر عندك كاستر، الحاجه المتوفر عندك استخدميها. بسم الله الرحمن. معلقتين من السكر، هحط بقى عليهم ليمون، واحطهم على هتجيبوا طبعا اللفه كده، وهتجيبي الصينيه اللي انت هتعملي فيها، هاخد المعيار بتاعها طبعا. وخلي بالك لان انا برضه كنت هشرط ايديا وانا بشتغل. اول رقتين لازم ما يكونوش ايه، الله اكبر الله اكبر، بيلزقهم مقطوعين، احنا عايزينهم يكونوا سلام. طبعا مسيحه المقلايه ومسيحه السمنه اهي جنبي، ان انا اصلا مش هاكل ايه. حابه تعملي كل بين راق وراق ده براحتك انت، حابه تعملي بين كل راقتين براحتك برضه، اللي انت شايفاه مناسب ليكي اعمليه. هنركن ده على جنب عشان اوريلكم بين كل رقتين انا هستخدم هما الرقتين. تمام اهي. زي ما انتم شايفين طبعا اهي الشكل الجميل عامله ازاي. ده طبعا بين كل رقتين. الوقت ده هي بنات، انا مش عايزاها تقيله طبعا. عندك مكسرات عايزه تحطيها عليها حطيها، بس انا هجيب لها ايه، مكعب من الزبده. ولو عندك كريمه الخفق عليك تحطها عليها، بس لا انا هسيبها كده. لو عندك حليب مكثف، عندك علبة قشطة بديل ايه مكعب الزبدة وبديل الحليب المكثف. في الوقت ده يكون انت بتعملي الشربات ومجهزاه. طبعا المفروض انتوا عارفين ان انا ببقى عامله الشربات ومفرزاه مطلعاه في الوقت اللي انا عايزاه، واسقي بيه الحاجه بس اكون مدفياها الاول. انا سايبينها تبرد لوحدها، هنستخدمها.
انتوا هتستغربوا لو قلت لكم والله انا بعمل الصينيه المكشكشه دي بالليل. يعني الصوره كمان مظلومه معايا، ضاعت بالليل، احنا كلنا بنبقى عارفين ان هي وحشه. طبعا القطع هنرص برضه. المشكشكة لها كم طريقة، مش طريقة واحدة. كل ده يا بنات عشان نسيب الرجل. نركن بقى حاجتنا دي. شفت المروحة بتاعت زمان؟ انا بحب اعملها كده. اهي اهي. اتمنى يكون لكم حلو. شايفين؟ دولكم حتى لو هي مقطوعة تبقى معاكم حلو. القطع
شايفين ده الدير طبعا اللي احنا كنا عاملين ده. طبعا لسه عندي في جلاش هطلع منه واستخدم. ايه يا بنات، شايفين على قد طلبك ممكن تجيبي تستخدمي. اهي طبعا انا كنت تستخدمه في صواني اصغر من بتاعتي، متستخدمش يعني ممكن صينية زي بتاعتي. شايفين طبعا الزيت بتاعنا او السمنة او الزبدة اللي انت، بس نصيحة بلاش الزيت يعني، استخدمي سمنة، ولو عندك سمنة بلدي استخدميها. وكنا مولعة الفرن قبلها. تمام يا بنات، معلش بقى على الصوت ده عشان البرد. اهي اهي، ولو انتي اول مرة تخشي تعملي حلويات اقسم بالله هتشرفك باسم هتشرفك. وما فيش حاجة انا بنزلها على القناة غير لما اكون مستخدمها الاول. طبعا اتنين اهي، واحنا قلنا عليكي تستخدمي صينية اصغر من اللي انا مستخدمة. انا هستخدم كمان واحدة وما تشهر اللي انا هستخدمها دي. شايفين كمان والله فعلا هي مظلومة بسبب عتمة النور عندي في الوقت ده. هسيح لها شوية سمنة كمان واوريلكم قبل ما تخشوا الفرن. شايفين شايفين بقى حلو اهي. والله انتوا شايفينها ان هي غامقة، بس هي فعلا والله مظلومة من عندي من الإدارة. بسم الله الرحمن. طبعا انا لو بوظت الطاسة لأمي هتبوظني بصراحة. تمام، فانا هشتغلها معاكم وهفضها هنا في صينية بس دقيقة واحدة. تخيلوا الشكل الفوقاني هو الشكل التحتاني. بسم الله الرحمن اهي بكل سهولة اهي. دلوقتي هنسقى بقى الشربات بتاع الجميل. اهي
عندك بقى اي مكسرات عايزة تزوقها بها، كده تمام. فول سوداني، شوية جوز الهند، زي ما شايفين. هشوف وشكم على خير في فيديو تاني، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات نجوى ونور، وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم. والورقة اللي انا حطاها دي يا بنات بتحافظ على اللزقة اللي انا لازقاها تحت.